لو انتي لسه سايبه القطع دي في الدرج او سايباهم في الكرتونه، تعالي اقولك بعمل بيهم ايه. اول حاجه انسي هم تنظيف الشيش والسلك. الشعر بتاع القطع دي بيدخل جوه الفراغات وبينفض التراب بالمكنسه، بتشفطه في نفس اللحظه من غير ما يعفر الدنيا. وتاني حاجه اللي تبين بيتك نضيف، وزره الحيطه الزاويه اللي بتلم تراب وشعر بتمشي عليها مشيه واحده، بتخليها تلمع من غير ما توطي وتتعبي ظهرك. تالت قطعه، القطعه الطويله الرفيعه دي بقى اسمها منقذه الازمات. دي معموله مخصوص للاماكن المستحيله اللي ايدك او المقشه عمرهم ما يطولوها. القطعه دي في حته تانية. انسي هم فك وتنزيل الستاير عشان تغسليها كل شويه. القطعه دي بتمشي بيها على الستاره وهي متعلقه، بتشفط التراب والعفره في ثواني وتخلي ريحتها ترجع نظيفه. خداديات الانتريه والصالون اللي بنقعد عليها دايما، القطعه دي مخصصه ليهم. بتمسح الخداديات كلها مسحه واحده، وبتشفط الوبر وفتافيت الاكل وشعر القطط والكلاب لو عندك حيوانات. واستني الفيديو التاني اقولك المكنسه بتتنضف ازاي. انا ياسمين، لو عجبك الفيديو اعملي لي فولو.